سلام بنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده. فيديو اليوم ان شاء الله غير الوصفه اللي سبق لي وعدت بها اكثر من بنت. الا عقلتوا في اخر فيديو، ماشي في اخر فيديو، يعني الفيديو الاخير اللي درت على الكلف او على البقعه السوداء، كان واحد البنت او ماشي غير وحده، يعني وحده يمكن او ثلاثه البنات اللي سولوا قالوا لي بانهم ما عجبتهمش ديك الوصفه، حيت فيها بزاف ديال كيفاش نقول لها بزاف ديال المكونات، يعني وصفه مركبه ما تيبغيوهاش، كيبغيو شي حاجه اللي تكون فيها يعني مكونات قلال وفي نفس الوقت تكون افيكاس. لذلك انا وعدتهم بانني غندير معكم الوصفه اللي راه كاينه في القناه، ولكن كاين الناس اللي كنقول لهم راه كاينه في القناه كيقلبوا عليها ما تلقاوهاش. معليش، ما كاين مشكل، بما ان المكونات عندي وعدتكم انني نعاود نديرها معكم. غنمشيو نشوفوا المكونات ونرجع معكم. هما البنات المقادير اللي عندنا هنايا كما كتشوفوا، هنايا معلقه ديال العسل الحر، وعندنا هنايا معلقه ديال الحلبه، وعندنا هنايا واحد صفر ديال البيضه. انا عندي بيضه صغيره، داكشي كيبان صغير. اللي غنديرو غنزيدو المقادير، غنزيدو الصفر ديال البيضه كامل ديال العسل، وغادي نزيدو عليهم معلقه ديال الحلبه، وغادي نبقاو نحركو فيهم بهذا الشكل هذا هكا. المهم غنبقاو نحركو فيهم تنحركوهم حتى نحصلوا الخليط بهذا الشكل هذا، بهذا الشكل هذا. كما كتشوفوا البنات هذه الكميه كثيره راه تقدكم لمده يومين، يعني هذه الوصفه هذه راه ديروا منها النهار الاول الوجه ديالكم، لان ما كنصحكمش ديروها للعنق ديالكم لان فيها الحلبه، فانتم عارفين الريحه ديال الحلبه، سيرتو مع العنق. غادي ديروها لوجهكم، غيبقى لكم شويه، غادي تغطوا بالسيلوفان وتخبيوه في الثلاجه حتى النهار الاخر. البنات هي الوصفه هذه اللي حضرت معكم. هذه الوصفه البنات راه وصفه مغربيه 100%، ما كاينش شي مغربي اللي ما كتعرفهاش، راه من قديم الزمان كانت معروفه بها بزاف. كيديروها العيالات اللي كيكونوا حاملات، العيالات فاش كيولدوا كيبقى فيهم داك الكلف ديال اللحم. وانا شخصيا درت اول مره، يعني هذه الوصفه هذه كنت كنعرفها من زمان، ولكن اول مره استعملتها هي فاش كانت جاني الكلف مورا الولاده، ودرتها ورائع جدا جدا. وراه سبق لي درتها لكم، كننصح بها دائما البنات، غير هي اللي كتبغي الصبر واللي كتبغي البنادم اللي يستحمل الريحه ديال الحلبه، يعني لان فيها الحلبه كما شفتوا، والعسل الحر البنات، العسل الحر وصفر البيضاء يكون بلدي. كما قلت لكم هذه الوصفه هذه كنديرها يومين متابعه، لان هذه الكميه راه كتقدني اليومين. كندير غير شويه على سميتو على الوجه ديالي وعلى البلايص اللي فيهم البقع، وكنخبيها نديرها في شي حاجه ديال الزاج بحال ما هكا. كندير سيلوفان، كنغطيها بسيلوفان، كندخلها للثلاجه، كنديرها لغد لي. كنديرها يومين متبعه، يعني نهاريه نهار لا، نهار يعني يومين متبعه، ونهار كنحبس نعاود ثاني نديرها يومين متبعه، ونهار نحبس نعاود نديرها يومين متبعه. غتعطيكم نتائج زوينه بزاف. اصلا كنا كنعرفوا الحلبه راه ماشي غير كتحيد لكم الكلف، راه تحيد لكم الكلف، تعطيكم واحد التفتيح، كتحسن حتى النوعيه ديال البشره. العسل الحر كذلك، راه هذا الصفر البيض نفس الشيء، وغير حاجه وحده، البيضه بلدي، يعني خذوا البيض بلدي. الصفر ديروه للوصفه ديال الكلف، والبيض ديروه للوصفه ديال الليفتينغ اللي درت لكم مع النشا، وان شاء الله تعطيكم نتائج زوينه. سيرتو الا درتو هاد جوج وصفات بحال مثلا نهار يومين متبع هادي ونهار هذيك ديال الليفتينغ، غتعطيكم نتائج زوينين. هاد الوصفه هذه البنات راه افيكاس فعاله بزاف، كتبغي غير اللي يصبر الريحه ديال الحلبه. سمحوا لي ما غاديش نديرها معكم، علاش؟ حيت انا خارجه دابا وما غاديش تبغيو لي نخرج وانا ندير الريحه ديال الحلبه. علاش درت هاد الوصفه وانا خارجه؟ قبل ما نخرج دابا جاني واحد الميساج وقريتو ديال واحد البنت قالت لي فينا هي الوصفه اللي وعدتينا بها. والله العظيم قلت عرفت شنو، غادي نخرج وغادي نرجع معطله، يمكن ما غيكون الظلام، ما غاديش نصور الفيديو. اللهم دابا هذا نصورها ونحط الفيديو باش ان شاء الله بالليل اليوم نحطو لكم. نتمنى ان تعجبكم هذه الوصفه هذه البنات، زوينه بزاف، افيكاس، غير جربوها ان شاء الله غادي تعجبكم. ولو الريحه ديال الحلبه اش غنقول لكم، المهم دائما الماء الورد يكون مقطر عن بطريقه البخار، نقطو ونديرو على الوجه ديالي يكون بارد. شويه ديال المسك الا عندكم داك المسك الابيض، ولا شويه ديال البارفان هنايا وهنايا، والثلج، مكعبات ديال الثلج ندوز مع الوجه ديالي، كيسعاون ان المسامات كيتسدوا، كينقصوا شويه من ديك الريحه ديال الحلبه. ولكن الحلبه راه افيكاس، اللي يقدر يصبر الريحه ديالها من احسن حاجه اللي ممكن دير للوجه. انا للاسف الشديد من الناس اللي ما تنصبرش للريحه ديالها، ولكن يكون كان فيا الكلف غادي ندير الحلبه، ما نكذبش عليكم، غادي ندير هذه الوصفه هذه. نتمنى البنات انها تعجبكم. شكرا لكم والى اللقاء.